الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فتقوى الله أفضل زاد وخير ما اكتسب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، جمعتكم هذه أول جمعة لهذا العام الهجري الجديد، فلقد قضيتم عاما كاملا خلفتموه وراء ظهوركم، شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه فيه من خير أو شر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وفي تعاقب السنين والأعوام عبرة للمعتبرين وتذكرة للمتذكرين. سنوات تمضي على العباد، وأيام وشهور تنقص من الأعمار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وإن دخولك في عام هجري جديد أيها المسلم يعني زوال عام بأكثر من 300 يوم قد مضى من عمرك، به ابتعدت عن دنياك واقتربت من قبرك. وإن تقارب الوقت والزمن وسرعة مروره بلا فائدة علامة على قرب الساعة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي هذه الأعوام التي تنصرم أيها المسلمون سنسأل عنها أمام الله. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أيها المسلمون، أنتم في شهر الله المحرم، أحد الأشهر الحرم التي قال الله عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. ولقد كان سلفكم الصالح رضوان الله عليهم يعظمون العشر الأول من شهر الله المحرم. قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون 3 عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. ومما شرع لكم أيها المسلمون في شهر الله المحرم الصيام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أخرجه مسلم. فإذا استطاع المسلم أن يفوز بأجر صيام هذا الشهر كله فليفعل، وإن لم يتيسر له ذلك فليحرص على صيام اليوم العاشر منه. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، أخرجه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.